السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في مطبخ وفاء. وصفتنا اليوم الثومية مع المايونيز. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا عندي كوب نشا، هنزل كوب النشا، هنزل كوبايتين مية. أنا بدي أعمل خليط من النشا والمية، هحطهم في الطنجرة، هحركهم على البارد قبل ما احطهم على النار. بعد ما انا هحركهم على البارد هحطهم على النار، هحرك النشا مع المية. لما يصير معايا الخليط النشا مع المية قوامه بالشكل اللي انتوا شايفينه هيك بكون معايا جاهز. هنزله في الصحن وانا بدي اياه يبرد، هتركه يبرد، مش هحطه في التلاجة، هتركه يبرد. هيك صار معايا قوامه. لما برد هقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه. اذا كنتوا انتوا لأول مرة بتشوفوا قناتي وحبيتوا وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. وصفاتي سهلة وبسيطة وحتعجبكم ان شاء الله. هاخد نص كمية الخليط اللي انا عملته من المية والنشا وحنزله في شاف الخلاط، وحنزل نص ملعقة سكر ونص ملعقة ملح، حنزل ملعقتين لبن كبيرة. أنا عندي 3 ملاعق زيت نباتي، نزلت ملعقة ونص، وحنزل الملعقة ونص لما أحط باقي خليط المية والنشا. نزلت خل أبيض غطيتين من غطاية الخل، عصارة ليمونة، نزلت عصير ليمونة، حضربهم بالخلاط. بعد ما أنا ضربته بالخلاط حنزله وحركه، حنزله يعني مش هخليه شابك في الخلاط، وحنزل باقي خليط المية والنشا، هحركه قبل ما احطه في الخلاط. وحنزل باقي الزيت استخدمت 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي. هحرك الزيت مع الخليط النشا، وحنزل ملعقتين كبار لبن، يعني أنا استخدمت 4 ملاعق كبيرة لبن. يعني هحركه وأشوف كيف القوام. لو حسيته جامد حنزل 3 ملاعق كبيرة مية، حسب كيف انتو يعني بتحبوا يكون قوام الخليط. هيك صار معايا قوامه مناسب كتير. قبل ما احط الثومية هيك صار معايا المايونيز جاهز. طعم المايونيز يعني طيب من غير حليب. انا قبل هيك عملت مايونيز بالحليب والزيت والمية، كان طعمه طيب. بس كمان طريقة المايونيز للي ما بحبش الحليب كتير طعمها طيب. حنزل الثوم، استخدمت 4 حبات ثوم. قطعت الثوم عشان لما أضربه بالخلاط الثوم يعني ما تضلهاش كل حبة بحبتها، تصير معايا مهروسة. هيك صار معايا جاهز، وهيك صار معايا قوامه. هيك قوام المايونيز وقوام الثومية. هذا قوام الثومية وهي قوام المايونيز. لو بتحبوا تحطوا على المايونيز شطة. هيك صارت وصفتي جاهزة. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفتي. لا تنسوا اللايك والشير، وبارك الله فيكم.